الاجازه جت والعيال كلها قلبت الليل نهار والنهار ليل. بيوتنا كلها عباره عن عيال سهرانه طول الليل وما بتنامش غير لما الشمس تطلع. طب وايه اللي مضايقك من كده؟ ما تخلي العيال تنبسط على حساب صحتهم مثلا. خد عندك يا سيدي اثار ده. هرمون النمو اللي بيخلي العيال تطول بيطلع بالليل، فالعيال دي هتطلع قصيره. هرمون الكورتيزون هيزيد فهيجي لهم سمنه مركزيه يكرشوا ويبقوا عرضة للسمنة والضغط والسكر قريب جدا بعد 3-4 سنين كمان. هرمون الميلاتونين اللي بيظبط الساعة البيولوجية هيتضرب فيه مفك، هيبقى عندهم مشكلة في النوم مدى حياتهم. العيال دي كمان مش هتشوف الشمس، هيجي لها نقص فيتامين د ومزاجها هيبقى وحش جدا، ارضائهم بمنتهى الصعوبة وتربيتهم كمان هيبقى فيها تحديات كبيرة. واخيرا هم طول الليل بيسهروا يعملوا ايه؟ هم 3 حاجات مفيش غيرهم: ياكلوا ويحمروا بطاطس، يشاتوا وما أدراك ما الشات واللي بيحصل فيه، ويلعبوا جيمز وما أدراك بالجيمز دي. يعني مش عمرهم هيعملوا حاجة مفيدة بالليل. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا لازم ناخد اكبر عدد من ساعات النوم ليلا، وجعلنا الليل سباتا. لو كانوا بيناموا 10 ايام الدراسة يناموا 11-12 ماكسيمم عشان يحسوا بالفرق ويحسوا بالريليف. انما السهر طول الليل ده يعني امراض كتيرة قوي كان المفروض تيجي بعد 10-20 سنة ممكن تيجي الصيف الجاي. والف سلامة واجازة سعيدة.